تبدأ الأحداث على فيرات وهو يقف بجانب أميرتا، يمسك بيده مجموعة من الأوراق المهمة التي استلمها منها للتو. يبدو عليه التركيز الشديد وهو يحاول مراجعة البيانات، وفي الوقت نفسه يحاول شحن هاتفه الذي نفدت بطاريته تماما في لحظة حرجة. وبينما هو يوصل الشاحن بمصدر الكهرباء، فجأة يأخذ صدمة كهربائية بسيطة تجعله ينتفض في مكانه. يتوقف للحظة ويأخذ نفسا عميقا، ثم يبتسم لنفسه بهدوء غريب. أميرتا التي كانت تراقبه بقلق تسأله فورا: إيه اللي حصل؟ أنت كويس؟ فيرد فيرات بنبرة مطمئنة: ولا حاجة، ما تقلقيش، بس الظاهر البطارية حبت تعمل لي مفاجأة وتفكرني إننا محتاجين طاقة عشان نكمل. تبتسم أميرتا بتوتر وتحاول أن تشرح له أنها قادمة اليوم لمقابلة عمل مصيرية ومهمة جدا بالنسبة لها، وتعبر له عن مخاوفها لأنها تأخرت في مواعيد سابقة مما أثر على صورتها. والأهم من ذلك أنها تفتح قلبها له وتقول إن قلبها قد جرح من قبل بسبب الخذلان، لذا فهي بحاجة ماسة لمن يهتم بها بصدق في هذه المرحلة. فيرات ينظر في عينيها بتركيز ويعدها بصدق تام بأنه سيكون دائما بجانبها وسيهتم بكل تفاصيلها ولن يتركها تواجه أي شيء بمفردها مهما حدث. يواصلان المشي في الطريق الطويل، ويحاول فيرات أن يلطف الجو ويهدئ من روع أميرتا بعد التوتر الكبير الذي أصابها بسبب المكالمات الهاتفية السابقة التي أزعجتها. يبدأان في الحديث عن ذكريات المقابلات الماضية وعن تلك المواقف الصعبة التي مرت بها في حياتها المهنية. تحكي أميرتا بضحكة خجولة مواقف كوميدية حدثت لها: تخيل يا فيرات، مرة حصلت حاجة غريبة جدا في مقابلة عمل، فجأة نسيت كل الكلام ومعرفتش أنطق بكلمة واحدة، وفضلت باصة للمدير وساكت تماما. ومرة تانية اتلخبطت في أسئلة بديهية وصغيرة جدا لدرجة إني بدأت أضحك على نفسي وسط المقابلة والناس بتبصلي باستغراب. يضحك فيرات معها من قلبه، ويصبح الجو بينهما أخف بكثير ومليئا بالتفاعل الإنساني الطبيعي. وفي هذه الأثناء يظهر بهفار وجاهان وهما يراقبان أميرتا من بعيد، والسبب هو مكالمتها الأخيرة التي كانت تحتوي على ضوضاء غريبة في الخلفية أثارت شكوكهم. فيرات بذكائه يلاحظ وجودهم ويلاحظ قلق أميرتا، فيتدخل فورا ليشرح لها الموقف ويشرح كل تفاصيل تلك المكالمة ليزيل الغموض ويعطيها شعورا بالأمان المطلق، قائلا لها: اسمعيني يا أميرتا، انتي مش لوحدك في المعركة دي، أنا شايف كل حاجة وعارف كل حاجة، وكل شيء حاليا تحت السيطرة تماما. أثناء استكمال المشي يلاحظ فيرات أن التوتر لا يزال يسيطر على ملامح أميرتا، فيقرر أن يشاركها قصصه الخاصة والمواقف الصعبة التي تعرض لها هو الآخر في حياته. يحكي لها عن المرات التي شعر فيها بالإحباط الشديد، وعن تلك الليالي التي أحس فيها بالوحدة وكأن العالم كله ضده، وكيف أنه تعلم مع الوقت أن يضحك على أخطائه وعثراته بدلاً من أن يحزن عليها. تبتسم أميرتا بعمق وهي تسمعه، وتبدأ في مشاركته ذكريات إضافية مضحكة عن أخطاء بسيطة وقعت فيها في الماضي، وينساب الضحك بينهما بشكل عفوي يكسر كل حواجز الخوف. عندما يصلان إلى مكان هادئ بعيداً عن ضجيج الشوارع، يقرر فيرات أن يجلس بجانبها لفترة، وهنا يبدأان في الغوص في حديث أعمق عن مشاعرهما الدفينة. تحكي أميرتا عن الألم الذي سكن قلبها لسنوات، وعن الخوف من تكرار تجارب الماضي الأليمة، وتؤكد له أنها في هذه المرحلة من حياتها لا تبحث عن شيء سوى الأمان والشخص الذي يحميها من غدر الأيام. يطمئنها فيرات بكلامه الدافئ، ويعدها مرة أخرى بأنه سيبقى دائما السند والدرع الذي يحميها، مما يقوي لديها شعور الأمان الذي افتقدته طويلا. بينما هما جالسان يستقبل فيرات عدة مكالمات إضافية من جهات مختلفة ليتابع سير الأمور ويتأكد من أن كل الترتيبات تسير كما خطط لها.
ويحرص على أن يشارك أميرتا كل تفصيلة صغيرة وكبيرة خطوة بخطوة لكي لا تشعر بالريبة. في هذه اللحظات يظهر قلق بابيتا وبريانكا على سلامتهما بسبب تقلبات الطقس المفاجئة وظهور بوادر عاصفة قوية في الأفق. تبدأ الرياح في الارتفاع ويسقط المطر بغزارة، لكن فيرات لا يتردد، يمسك يد أميرتا بقوة وحنان ويقودها بحذر وسط الطرقات المبتلة، يوضح لها أين تضع قدمها ويحميها من الرياح القوية، مما يجعلها تشعر باطمئنان لم تشعر به من قبل رغم قسوة الطقس حولهما. وفي سياق آخر تواجه أميرتا بعض الضغوط والمواقف المالية الصعبة التي تشغل بالها، لكن فيرات يتدخل كعادته بكل هدوء، يبدأ في مساعدة أميرتا على ترتيب أولوياتها وحل كل مشكلة مالية أو إدارية تواجهها، ينتقل بين الحديث الجدي والمواقف الكوميدية الصغيرة التي تخفف من حدة الموقف، وهذا التفاعل المستمر يضيف روحا وحياة للنص ويجعل الحوار يتدفق كالنهر دون انقطاع. في مشهد يتسم بالعمق والهدوء يدور بين فيرات وأميرتا حديث طويل جدا عن الماضي، يتطرقان فيه إلى موضوع الثقة التي كسرت وكيف يمكن للإنسان أن يعيد بناء نفسه بعد الخذلان. يتحدثان عن الدروس القاسية التي تعلماها من الحياة، وعن المرات التي شعر فيها بالضعف الشديد، وكيف نجح في النهاية في مواجهة الصعاب والوقوف على أقدامهما من جديد. يوضح فيرات لأميرتا بكل وضوح وصراحة أنه سيبقى دائما السند المتين لها مهما كانت الظروف، وأميرتا تنظر إليه بعيون مليئة بالامتنان والموافقة، وتبدأ في منحها ثقتها الكاملة له. هذا الحوار الطويل يمتزج فيه الضحك بالتوتر بالرومانسية الهادئة، وكل لحظة تمر بينهما تبدو وكأنها محسوبة بدقة لتعزيز هذا الرابط القوي. ومع تقدم الأحداث يظهر تعاون كبير بينهما في حل مشاكل خارجية واجهتهم، مثل التعامل مع أشخاص مزعجين أو حل أخطاء في التواصل مع الآخرين. ويظهر فيرات صبرا كبيرا وحذرا في التعامل مع كل عقبة، مما ينعكس إيجابيا على نفسية أميرتا. تستمر المشاهد في إظهار فيرات وهو يساعد أميرتا في تنظيم أوراقها المبعثرة والتعامل مع الاتصالات الهاتفية المهمة التي كانت تسبب لها القلق، بل ويمتد الأمر لمساعدتها في حل مشكلات بسيطة وعالقة في بيتها، وكل هذا يصب في مصلحة إظهار مدى الترابط والانسجام بينهما. تبدأ أميرتا تشعر براحة نفسية واطمئنان غريب، وهذا ما يجعل المشاهد يتابع كل ثانية من حوارهم باهتمام، لأن التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع هذا التقارب. ومع حلول الليل يجلس فيرات وأميرتا على شرفة واسعة تطل على أضواء المدينة المتلألئة، يعودان للحديث عن الثقة التي فقدت في الماضي وعن الدروس المستفادة. ينظر فيرات إلى الأفق ويقول بنبرة واثقة: أنا هخلي كل حاجة ضاعت منك ترجع لك تاني، هخلي الثقة في الناس وفي نفسك ترجع لك من تاني. ترد عليه أميرتا بصدق شديد: أنا حاسة إنك بتفهمني أكتر من أي حد قابلته في حياتي، بجد أنا حسيت بالأمان الحقيقي معاك. الجو يصبح مشحونا بالرومانسية والدعم المتبادل، وتظهر اللحظات الأخيرة وهما في قمة القرب والانسجام بعد أن تجاوزوا معا كل العقبات والمواقف الصعبة، ليبقى الشعور السائد هو الثقة المطلقة والأمان الذي لا يتزعزع. يلا سلام.